السلام عليكم، اهلا بكل متابعين القناه. في فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل كفر للعلبه الجميله دي. تقدري تزيني اي حاجه عندك. دي كانت علبه بلاستيك، وانا عملت لها اللي انتوا شايفينه ده، الجراب ده. هبدا اعمل الدايره السحريه بالشكل ده. هعدي من تحت خيط وهسحب التاني كده. شايفين الحلقه اللي انا اخدتها على الابره دي؟ هسيب بقى الشغل بتاعي والخيط اللي هو معايا طالع من البكرة ورا هيفضل في ايدي، مش هسيبه لان انا لو سبته هفك الشغل. بعمل بعد كده ارتفاع 3 سلاسل، 2 3 بس. بعد كده هشتغل 12 عمود بلفة جوه الفراغ اللي هي الدايرة ده بالشكل ده. لفة على الابرة، بدخل جوه الفراغ واسحب خيط. هيبقى معايا 3 غراز. باخد لفة على الابرة، هطلع من حلقتين وبعدين من حلقتين. طبعا ياسين بيشرح معايا يا جماعة. هنطبق كده تاني مع بعض بالراحة. انا هكمل علشان الوقت، ولما اوصل لاخر غرزة هقفل معاكم الصوت. عملت اخر عمود. هنقفل دلوقتي في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع اللي عملناهم. 1 2 3. سحبت خيط من الفراغ، هطلعه من الغرزة بتاعتي ودي اسمها منزلقة. طيب هشد دلوقتي الخيط بتاعي علشان اقفل الدايرة بالمنظر ده. هرتفع كمان 3 سلاسل بداية السطر الجديد، ودول هنعتبرهم اول عمود. شايفين الفراغ ده اللي هو تبع حرف الفي دي؟ طيب نشتغل كده 1 2 3. نركز بقى هنا لان الحته دي ممكن تلخبطكم. دي بدايه السطر بتاعي. انا هنا ارتفعت طبعا 3 سلاسل في نفس المكان. شايفين الفراغ الاسود ده؟ هندخل نعمل فيه عمود بلف. هناخد لفه كده على الابره، ندخل في الفراغ الاسود ده اهو، وهشتغل عمود بلف. هاخد لفه كمان، وشايفين حرف الفي ده اللي جنب الفراغ اللي اشتغلناه برضو هندخل جواه من تحته، يعني تحت حرف الفي، وهنشتغل جواه 2 عمود بلف. العمود الاولاني، العمود التاني. في كل غرزة هشتغل 2 عمود بلفة لنهاية السطر وهقفل معاكم. وهاجي برضو هعد 1 2 3. تالت غرزة عملناها من غرز الارتفاع، وهندخل كده جوه وهنسحب خيط وهنعدي من السلسلة، وهنعدي برضو بيها من الغرزة التانية. هرتفع برضو 3 سلاسل. هشتغل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بيها السطر اللي فات، ولكن الاختلاف هيكون بسيط. يعني دلوقتي انا بدل ما هشتغل غرزتين في كل غرزة هشتغل تزايد في غرزة وغرزة لا. يعني انا دلوقتي هاخد لفة وهشتغل تاني هنا غرزة. الغرزة دي هتكون ايه؟ عمود بلف. طيب الغرزة اللي بعدها
حرف البي ده اللي جاي اهو، هشتغل غرزة واحدة، غرزة عمود بلفة واحدة. طيب اللي بعده هشتغل تزايد، حرف البي اللي بعده ده هشتغل تزايد، يعني 2 عمود بلفة في غرزة واحدة. ادي اول عمود. تاني عمود هشتغله برضو بنفس الطريقة في نفس المكان، والغرزة اللي بعدها هشتغل غرزة واحدة وغرزة عمود واحدة. مش عارفة الفوكس وهكذا لنهاية السطر. تزايد في غرزة وغرزة لا، تزايد في غرزة وغرزة لا لحد ما نخلص. الغرزة الأخيرة يا بنات هتبقى غرزة فردي. يعني ايه غرزة فردي؟ يعني هتبقى غرزة واحدة عمود بلفة بدون اي تزايد. ليه؟ لان انا ابتديت بالتزايد. تمام، هرجع اعد 1 2 3 في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع، وهقفل بمنزلقة. هكرر، هرتفع 1 2 3. طيب انا هنا تحت بدأت بتزايد، انا فوق هعكس السطر الجديد، هعكس يبقى هعمل فردي وهزود واحدة كمان فردي، والغرزة التالتة هعمل فيها تزايد. دي هنشوف مع بعض. يعني الغرزة التانية دي انا مش بشتغل في نفس المكان، انا هشتغل في الغرزة التانية اهو. هعمل عمود، طبعا الدايرة كلها بتكون بغرزة العمود. الغرزة اللي بعدها هعمل 2 عمود 1 2. طبعا ملحوظة كل سطر بزود غرزة فردي، يعني احنا السطر ده عملنا غرزة واحدة بس فردي، هنا 2 فردي بعدين تزايد. السطر اللي بعده 3 فردي بعدين تزايد، اللي بعده 4 فردي بعدين تزايد. كل ما هتكبري، كل ما بتزودي غرزة، كل ما الدايرة بتكبر معاكي. تمام، يبقى كده فردي فردي تزايد. الغرزتين الجايين، الغرزة اللي هبدأ فيها هي دي كده غرزة واحدة فردي. الغرزة اللي بعدها برضو هشتغل غرزة واحدة فردي، والغرزة اللي جاية تزايد لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. الغرزة الأخيرة هشتغلها تزايد لأن أنا بادئة بفردي، يعني هشتغل هنا 2 عمود بلف. برضو هقفل بنفس الطريقة اللي أنا بقفل بيها السطر كل مرة في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع. هعد 1 2 3 وبدخل بشتغل منزلقة. هشتغل 1 2 3. هبدأ المرة دي بالتزايد، يعني هشتغل في نفس المكان. انا بدخل فين؟ في الفراغ اللي هو ده، بشتغل عمود كمان، وبعد كده هشتغل 3 فردي. هدخل فين؟ هدخل هنا الغرزة اللي جنب الفراغ. 1. العمود اللي جاي هشتغله في الغرزة اللي جنبها اهو، الغرزة دي كده. العمود التاني في غرزة لوحده. طيب العمود التالت في غرزة لوحده. بعد كده برجع اعمل ايه؟ برجع اعمل تزايد، يعني غرزتين في غرزة واحدة، بشتغل 2 عمود في غرزة واحدة، وهشتغل بالطريقة دي لنهاية السطر. هكرر غرز فردي 3 في 3 غرز. ادي غرزة اشتغلت فيها عمود، الغرزة الجاية هشتغل برضو فيها عمود، والتالتة عمود، والرابعة تزايد. هكمل وارجع لكم. خلصت السطر بتاعي ونهيته بفردي فردي فردي لان انا بادئه بتزايد، وهقفل السطر بتاعي زي ما احنا متعودين بمنزلقة في تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع،
وهنشتغل مع بعض اخر سطر، وبعد كده هنطلع بالجسم بتاع العلبة. 1 2 3. طبعا انتوا حفظتوا الترتيب. دلوقتي انا هبدأ بفردي، يعني ادي 1 2. طبعا ال3 سلاسل الارتفاع دول بنحسبهم عمود. 3. السطر اللي فات كانوا 3 فردي، السطر ده هيبقوا 4. بعد كده هعمل التزايد بتاعي في الغرزة الخامسة لنهاية السطر بالشكل ده. مش هطول عليكم، هنهي السطر انا وهرجع لكم عشان نبدأ جسم العلبة. هنهي السطر 1 2 3 تلت سلسلة من سلاسل الارتفاع. تمام. هقيس بقى دلوقتي القطعة بتاعتي. هلاقيها مظبوطه. لو لسه عندك انت المقاس اكبر هتزودي زي ما بقولك غرزه واحده فردي في كل دور. يعني مثلا تزايد فردي فردي، تزايد فردي فردي. السطر اللي بعده هيبقى تزايد فردي فردي فردي، تزايد اللي بعده السطر اللي بعده هيبقى 4 فردي، اللي بعده هيبقى 5 فردي، وبعدين تزايد، وهكذا. هشتغل السطر ده كله عواميد. هرتفع الاول 3 سلاسل، وفي كل غرزه من الغرز اللي هتقابلني هشتغل عمود بلفة. باخد لفة، بدخل هنا، باخد لفة وادخل في الغرزة اللي بعدها. وهكذا لحد ما اخلص السطر كله بدون اي تزايد. فوق كل غرزة بشتغل غرزة. هني بقى السطر 1 2 3 زي ما احنا متعودين. هرتفع 3 سلاسل. هعمل ايه بعد كده؟ هشتغل 5 عواميد في كل غرزة عمود. بس العمود الخامس مش هيبقى عمود عادي، هيبقى بريد امامي. يعني انا هشتغل 1 2 3 4، وفي العمود الخامس هشتغل بريد امامي. هنشوف مع بعض كده. انا يعتبر عملت العمود الاولاني، هروح اشتغل العمود التاني عادي. تلاتة 4. ياسين انا بصور وطي صوتك. هو انا بقول ايه؟ نركز بقى في البريد الامامي. لفة اهو العمود اللي انا هشتغله، بدخل كده من الامام، بعدي من تحت العمود وبسحب خيط، وهكمل الشغل كأني بشتغل عمود عادي. بطلع من حلقتين، وبعد كده من الحلقتين التانيين برجع اكرر بشتغل 4 عواميد، وفي ال5 بشتغل بريد امامي. كده اشتغلت ال4 عواميد. هاجي في ال5 وهشتغل البريد الامامي. برجع اكرر بقى لنهاية السطر، وزي ما انت عايزة ممكن تخلي اللي في النص 3 6، لكي حرية الاختيار. هكمل السطر كله وهوريكم السطر التاني، وبعدين انا هكمل الجزء كله وهوريكم هعمل ايه في كفر العلبة.
هقفل السطر زي ما احنا متعودين كل مرة، 3 سلسلة من سلاسل الارتفاع بشتغلها منزلقة بارتفاع ال3 سلاسل. خلاص اتعودنا. هشتغل فوق كل عمود بلفة، عمود بلفة زي الغرزة اللي جاية. هي البريد الامامي وشكلها مميز يا بنات، اهي واضحة فيها بروز كده شوية. هاخد لفة على الابرة وهشتغل برضو عليها بريد امامي. بعدي كده بسحب خيط وبشتغل. بعدي كده بطلع من حلقتين وبسحب خيط تاني وبعدي من حلقتين، وهكرر فوق كل عمود بشتغل عمود، وعلى البريد الامامي بشتغل بريد امامي. علشان اختصر عليكم الوقت هخلص القطعة بتاعتي كلها، الارتفاع كله، وهرجع لكم وانا بعمل الغطا. هنشتغل برضو نفس المقاس نفس القطعة دي الدوران، هرجع لكم وانا شغالاه. انا دلوقتي خلاص خلصت العلبة بتاعتي زي ما انتم شايفين، وهشتغل نفس القطعة دي مرة تانية، وهعمل سطرين ارتفاع ثابتين بدون اي تزايد بغرزة العمود. تمام؟ ليه؟ علشان خاطر دي هتبقى الكفر بتاع غطا العلبة. دلوقتي انا في كل غرزة هشتغل 2 عمود، يعني هعمل تزايد في كل غرزة. انا دلوقتي اشتغلت 3 سلاسل ارتفاع في نفس المكان، هشتغل كمان عمود. في الغرزة اللي جنبها اللي هي تكاد تكون متدارية دي اهي، هشتغل برضو تحتها 2 عمود. يعني انا كده بشتغل تزايد في كل غرزة، بعمل في كل غرزة عمود 2 عمود بلفة. خلاص هكمل انا لنهاية السطر وهرجع لكم في السطر اللي بعده. هقفل معاكم السطر 1 2 3. هنكرر يا بنات الخطوة دي مرتين كمان، انت عايزة تزودي مرة كمان يبقوا 3 4 حسب طول قطعة الويفي اللي انت عايزاها دي. هنكمل بنفس الطريقة 3 سلاسل ارتفاع، وفي كل غرزة هشتغل 2 عمود بلف. في كل سطر هشتغل كذلك. وانا علشان الوقت وما اطولش عليكم هشتغل القطعة بتاعتي وهقول لكم انا اشتغلت كام سطر على حسب بقى الطول اللي هيريحني وهيعجبني. انا اكتفيت بالسطرين يا بنات، ما زودتش عن كده. حابه اعمل بقى تثبيت للسطر اللي هو الاخير اللي قبل السطرين الويفي، هنشوف مع بعض ازاي. انا مش عايزه اقص الخيط، عايزه اشتغل سطور الثبات على طول. هدخل كده، شفتوا انا مش قفلت في 3 سلسله من سلاسل الارتفاع. هعدي في تاني سلسله مثلا، عديت كده وهعمل برضو منزلقه، وهطول شويه الخيط كده وهنزل هسحب خيط برضو هشتغلها منزلقه. شايفين؟ طيب انا عاوزه اوصل لهنا، يبقى كمان مره اشد الخيط لفوق شويه وادخل كده جوه السلاسل واسحب خيط واطلع منه بالشكل ده. هي تكون متداريه اصلا مش هتبين. تمام؟ هعمل ايه دلوقتي؟ شايفين الخط ده بقى اللي هو قبل ما ابدا تزايد خالص للقطعه الويفي، هبدا ادخل ما بين كل عمود والتاني كده في الفراغ، اسحب خيط وهشتغل منزلقه. بصوا معايا غرزه اهي، هطلع من الحلقه اللي قبلها
في الغرزة اللي بعدها هكرر، بدخل كده ما بين العواميد واسحب خيط وبطلع من الحلقة اللي قبلها لحد نهاية السطر. ليه؟ علشان ألم تاني القطعة بتاعت الغطا اللي هتركب في الغطا ما تكونش واسعة، بس طبعا ان احنا عملنا تزايدات فهتكون شكلها واسع ومش هتكون ماسكة شوية على الغطا. هخلص انا وارجع لكم. اخر غرزتين، الغرزة الأخيرة هتبقى تثبيت، هدخل في الغرزة الأولى اللي أنا بدأت بيها وأعمل فيها غرزة تانية وهقص الخيط بتاعي، ودي كده هنداريها واحنا بننضف الشغل بتاعنا. طب تعالوا نشوف دلوقتي. نحط كده على علبة، ظبطوا بقى الشكل ده بصوابعكم كده، هتلاقوا ان هو انتظم. هنعمل دلوقتي الفيونكة مع بعض. هنعمل عقدة البداية، هنرتفع بقى سلاسل 1 2 3. هقولكوا اقف عند كام سلسلة. اشتغلت 60 سلسلة. هرتفع بقى دلوقتي بالخيط بتاعي 3 سلاسل 1 2 3. مش عارفة الفوكس ماله والله. طيب هاخد لفة، هشتغل بقى أعمدة لفة، وفي رقم 4 هدخل بالإبرة، هسيب الغرزة الأولى التانية التالتة اللي انا ارتفعتهم، في الغرزة الرابعة هدخل بالإبرة اللي هي آخر سلسلة عملناها قبل ال3 سلاسل الارتفاع، بسحب خيط وبشتغل عمود، باخد لفة بطلع من حلقتين، كمان باخد لفة وبطلع من الحلقتين التانيين. هكمل بنفس الطريقة جوه كل سلسلة. جوه كل سلسلة يا بنات هشتغل عمود واحد بس. الغرزة الأخيرة بعد كده برتفع 3 سلاسل ارتفاع تاني، بلف الشغل بتاعي بالمنظر ده، وشايفين في فراغ تحت ال3 سلاسل على طول، مش هدخل فيه، انا هشتغل هنا وهشتغل العمود بتاعي، وهكذا في كل فراغ من الفراغات اللي جايه هشتغل عمود بلف. وبدايه كل سطر هسيب الفراغ اللي تحت سلاسل ارتفاع وهدخل في الفراغ اللي بعده. هنهي بس معاكم السطر. بصوا بيتبقى معايا المنظر ده، ركز هنا في حلقه اهي بدخل فيها واشتغل عمود. هل هرتفع 3 سلاسل والف على كده؟ لا، بصوا هنا هتلاقوا فيه زي دوران كده، الدوران ده انا بدخل في الحلقه اللي في النص، باخد لفه وادخل في الحلقه اللي في النص اللي هي تاني سلسله من سلاسل الارتفاع السطر اللي عملناه، وادخل اشتغل فيها العمود. كده انا سويت السطر بتاعي، هرتفع 3 سلاسل كمان وهلف الشغل بتاعي، وزي ما قلت هسيب الفراغ اللي هنا وهبدأ شغل في الفراغات اللي بعدها. تمام، باخد لفة، هسيب الفراغ ده وهدخل في الفراغ ده اشتغل عواميد في كل فراغ عمود. حبيت بس اوضح لكم تاني السطر ازاي. اشتغلت اخر غرزة هجيب الطرفين كده مع بعض وهشتغل السطر كله حشو. لو انتي مبتدئة حطي ماركر انتي شغالة علشان يثبت لك الطرفين، علشان هما هيتزحلقوا في البداية. احنا بندخل يا بنات في العواميد اهو، في كل عمود بشتغل غرزتين حشو
لنهاية السطر. كده خلاص خلصت. هقص الخيط بعد مسافة طويلة شوية، هنثبت بس بغرزة. خيط البداية هقص منه جزء عشان ما يضايقنيش وانا شغالة. بعد كده هفرد الفيونكة بتاعتي بالمنظر ده وهقلبها. هاجي كده اظبط انا شكل الفيونكة عايزاها ازاي. وهبدأ اني الف الخيط علشان امسكها. خيط البداية طبعا اللي انا قصيت منه جزء هربط فيه الخيط اللي انا لفيت بيه الفيونكة. الخيط قصر مني شوية، نحاول ان احنا نظبط الجنبين نخليهم قد بعض، مش واحدة رفيعة وواحدة طويلة، مش واحدة قصدي قصيرة والتانية طويلة. طيب دلوقتي انا الشمعة عندي خلصان للأسف، كان نفسي ان انا الزقها معاكم. بصوا الفيونكة انا جبت الورد ده، بيبقوا مجموعة كده مع بعض، بتبقى ملفوفة كلها بسلك، شايفين فيها سلك رفيع كده، فانا زي ما هي كده وهلفها فعلا بالسلك بتاعها وهظبطها. اوكي كده احنا خلصنا الفيونكة. الحاجة التانية هجيب قطعة دانتيل. طبعا انتوا مش لازم تقيدوا نفسكم يا بنات ان انتوا تزينوا بنفس الحاجة اللي انا هزين بيها. قطعة الدانتيل هتبقى بالشكل ده، ودي هتكون فوق هنا على مكان، على المكان ده كده. غيرت الزاوية خالص عشان تبان. بالمناسبة انا هحط من تحت 3 خرزات كده في القاعدة علشان الجزء ده لو ركناها في اي مكان ما تتوسخش، ممكن تخيطيهم او تلزقيهم. تمام، انا ان شاء الله هلزقها واظبطها وهرجع لكم ان شاء الله اوريكم الشكل النهائي عامل ازاي. ده يا بنات كده الشكل النهائي. مرضتش احط الفرع لانه حسيت ان هو هيبوظ الدنيا، مرضتش ان انا ازود واحط الفرع بتاع ورق الشجر. حسيتها كده ارق واهدى وشكلها جميل قوي. انتوا قولوا لي ايه رايكم فيها، ولو حد طبق يا ريت يبعت لي صور على الانستجرام او صفحه الفيسبوك. سلام. هبدا بقى اكتب، وانتوا اكتبوا برضو معايا الافكار زي ما قلت لكم ان انتوا عايزين ان انا اعملها لكم، تكون مشاريع مثلا صغيره، عايزه حاجه معينه ان انا اعملها لك كده. بس انا هكتب بقى وهقص الورق واحطه في العلبه، ولما تكتبوا لي انا هدخل على الكومنتس طبعا برضو وهكتب باقي الورق، هاخد الكومنتات بتاعتكم وهكتب الورق وهحطه على الورق بتاعي، وكل يوم وكل مره قصدي هسحب ورقه واشوف ايه اللي هيطلع فيها. طبعا بدل الورق اللي انا حطيته انتي ممكن طبعا تعملي ورق اذكار وتحطيه في العلبة، وكل يوم تطلعي ورقة وتشوفي العدد اللي انتي هتبقي كاتباه كام تسبيحة هتقوليها. الافكار كتير طبعا ما لا نهائية، تقدري تستخدمي الاستخدام اللي هو يريحك واللي انتي حباه او انتي عاملاها ليه. مش هطول عليكم اكتر من كده بقى، هسيبكم على الفيديو.